السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. معنا النهاردة بداية في منهج الدراسات الاجتماعية. تمام، هنتكلم في منهجنا عن قارة العالم، المساحة بتاعتهم والتضاريس اللي عليهم من جبال وهضاب وسهول وكل الحاجات دي، وهندرس قارة قارة بإذن الله. طيب نبدأ مع بعض. بيقولك إيه؟ تبلغ مساحة الكرة الأرضية 510 مليون كيلو متر مربع. طيب، وتنقسم إلى حاجتين اتنين، اليابس والماء زي ما احنا عارفين، اليابس والماء. طيب ناخدهم واحدة واحدة. اليابس بيقولك يشغل نحو 29.3% من مساحة الكرة الأرضية، وتتمثل في القارات. عندنا القارات اللي احنا عارفينهم أكبر قارات العالم بالترتيب من حيث المساحة من الأكبر للأصغر. أول قارة عندنا وهي آسيا، بعد كده أفريقيا، بعد كده أمريكا الشمالية، بعد كده أمريكا الجنوبية، بعد كده القارة القطبية المتجمدة، بعد كده أوروبا، بعد كده أستراليا. ده من حيث إيه يا مس؟ من حيث المساحة. طيب، الماء يشغل نحو 70.7% من مساحة إيه؟ الكرة الأرضية. طيب مقسم لي برضك المحيطات من الأكبر للأصغر. أكبر محيطات العالم المحيط الهادي، تمام، كام؟ 166 مليون كيلومتر مربع. طب الأطلنطي 86.5 مليون كيلومتر مربع. طب الهندي 73.5 مليون كيلومتر مربع. طب القطبي الجنوبي 19.5 مليون كيلومتر مربع. والقطب الشمالي اللي هو أصغر المحيطات كام؟ 14 مليون. طيب بيقولك إيه بقى؟ تم تقسيم قارات العالم إلى قارات العالم القديم والعالم الجديد. يعني إيه يا مس؟ أو إيه هما ده وإيه هما ده؟ قارات العالم القديم زي ما احنا عارفينهم آسيا وأفريقيا وأوروبا. طب قارات العالم الجديد أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا، والقارة القطبية المتجمدة أنتاركتيكا. طيب يعني إيه يا مس قارات عالم قديم وقارات عالم جديد؟ يعني هما القارات الجديدة دي ما كانتش موجودة؟ لا، هي كانت موجودة بس ما كانش الإنسان لسه اكتشفها. في الوقت ده كان الإنسان بس يعرف الأماكن المحيطة بيه، فكان الإنسان بيتركز فين؟ في آسيا وأفريقيا وأوروبا، فما كانش يعرف غير ال3 قارات دول فقط. طيب وفيما يلي هنتعرف على الموقع الجغرافي والموقع الفلكي، وزي ما احنا عارفين مراجعة بسيطة كده اهو عن ما المقصود بالموقع الفلكي والموقع الجغرافي. الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، والموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة للأماكن الأخرى من بحار ومحيطات وقارات ودول إيه؟ مجاورة. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو مع أول قارات العالم، وهي قارة آسيا، أكبر قارة في العالم. طيب الموقع الفلكي بتاعها بيقولك تمتد دائرتي عرض 81 شمالا و10 جنوبا. ادي 81 شمالا و10 جنوبا. كل ده الحساب ده كله او المساحة دي كلها بتتحسب من عند دائرة الاستواء. 10 جنوب دائرة الاستواء و81 شمال دائرة الاستواء. تمام كده؟ تمام كده. طيب بالنسبة لخطوط الطول 26 شرقا و170 غربا. فين ده؟ ادي 170 غربا، تمام، و26 شرقا. طيب وبعدين الموقع بتاعها بقى اللي هو الموقع الجغرافي في الشمال المحيط القطب الشمالي. فين؟ في الشمال المحيط القطب الشمالي اهو، المحيط القطب الشمالي. طيب وفي الشرق المحيط الهادي.
فين في الشرق؟ المحيط الهادي اهو. طيب وفي الجنوب المحيط الهندي اهو، وفي الغرب قارة اوروبا والبحر المتوسط والبحر الاحمر وقارة افريقيا. طيب ماشي يا مس. يبقى ايه بيحطها؟ بيقولك ايه؟ تحط اسيا بالمحيطات من 3 ايه جهات، يعني من الشمال ومن الشرق ومن الجنوب زي ما احنا لسه مسمينهم دلوقتي. طيب حاجات مهمة كده بقى ايه في القارة نفسها هنعرفها دلوقتي. يفصل آسيا عن أوروبا جبال اسمها جبال أورال. فينها أورال دي؟ هي تفصل بين أوروبا وبين آسيا. طب وإيه كمان؟ يفصل آسيا عن أفريقيا البحر الأحمر زي ما احنا عارفين. تمام. وتقترب آسيا من أفريقيا عند مضيق باب المندب، وتتصل به عند جزيرة إيه؟ شبه جزيرة سيناء. طيب تقترب آسيا من أمريكا الشمالية عند مضيق اسمه مضيق برينج. اسمه مضيق إيه؟ برينج، هنشوفه دلوقتي على الخريطة. تمام. ويفصل آسيا تمام عند جزر إندونيسيا. جزر إندونيسيا دي تبع آسيا. بيفصلها عن أستراليا بحر أرافورا، هنشوفهم دلوقتي. ادي زي ما قلنا فوق، ادي امريكا الشمالية اهي، ادي امريكا الشمالية، وادي استراليا هي اسيا. تمام. بيقتربوا من بعض هنا عند مضيق ايه؟ برينج. مضيق ايه؟ برينج. طيب ومن هنا بتقترب اسيا من افريقيا عند مضيق باب المندب زي ما احنا عارفينه، وبتتصل بيها عند شبه جزيرة سيناء. طيب بيقول لك ايه بقى؟ تتميز اسيا بوجود اكبر بحر مغلق في العالم. عندنا في اسيا ايه؟ اكبر بحر مغلق في العالم اللي هو بحر قزوين. اللي هو ايه؟ بحر قزوين. فين بحر قزوين؟ اهو الجميل الحلو الظريف اللي هنا ده. تمام. ده بحر قزوين. طيب عندنا ايه تاني؟ ايه تاني بنميز اسيا؟ وجود الكثير من اشباه الجزر مثل شبه الجزيرة العربية اللي احنا عارفينها، وحاجة تاني اسمها شبه جزيرة ميلانو. تمام. فين شبه جزيرة ميلانو؟ اهي شبه جزيرة ميلانو. تمام. وشبه الجزيرة العربية. طيب وايه كمان؟ كثرة الجزر القريبة من سواحلها. عندنا زي جزر اليابان وجزر الفلبين. تمام. فين؟ ادي جزر الفلبين وادي جزر اليابان، وعندنا جزر اندونيسيا برضو. طيب وجود عدد من الدول الجزرية. يعني ايه الدول الجزرية يا مس؟ اهو كاتب لك التعريف بتاعها. ما المقصود بالدول الجزرية؟ الدول التي تتكون من جزيرة او اكثر او قد تكون ايه؟ جزءا من جزيرة. زي اليابان، احنا مش لسه قايلين ان دي جزر اليابان؟ يعني اليابان على جزيرة؟ على جزيرة. الفلبين على جزر؟ على جزر. يبقى اسمها دول ايه؟ دول جزرية. طيب ندخل بقى على بعد كده وهي قارة أفريقيا. قارة أفريقيا تمتد بين دائرتي عرض 37 درجة شمالا و34 درجة ايه؟ جنوبا. ادي شمالا وجنوبا. تحسوا ان 37 في الشمال و34 في الجنوب، ده معناه ان هي بتقع في نصف
ايه في نصف الكرة الأرضية. ازاي؟ بيعدي منها دائرة الاستواء، بتقسمها بالنص، بتخلي الجزء اللي فوق ده يعتبر قد الجزء اللي تحت. عشان كده لما هتيجي تحسب الفرق بين 37 و34 يعني تلات درجات أو 3 خطوط طول، يعني مش حاجة. تمام، بس يعتبر الجزء اللي فوق قد الجزء ايه اللي تحت. طيب بين خطوط الطول 51 شرقا و17 غربا، مقارنة بإيه أو بناء على إيه؟ خط جرينتش. تمام، امشي جنب خط جرينتش كده هو في الغرب 17 خط طول، والناحية التانية في الشرق 51 خط طول. هتبقى عند الحتة دي وعند الحتة دي، ودي كلها مساحة إيه أو حدود أفريقيا. طيب إيه كمان؟ في الشمال عندنا البحر المتوسط زي ما احنا عارفين وبيفصلنا عن أوروبا، وفي الشرق المحيط الهندي والبحر الأحمر. ادي المحيط الهندي وادي البحر الأحمر احنا عارفين مكانه. وفي الغرب المحيط الأطلنطي. طيب ايه بيميز أفريقيا؟ حاجتين اتنين، جزيرة مدغشقر وهي أكبر جزيرة أفريقية، وجزر القمر. ادي جزيرة مدغشقر اهي، وادي جزر القمر. طيب عند مضيق ايه؟ موزمبيق. المضيق اللي تحت ده اسمه مضيق موزمبيق. طيب بعد كده يا حلوين عندنا قارة أوروبا. طيب قلنا بيفصل أوروبا عن آسيا جبال أورال، مهمة جدا. طيب دي حاجة كده هو مهمة على الخريطة يعني. طب الموقع الفلكي، أوروبا بين دائرتي عرض 36 و71 شمالا. أوروبا كلها شمال دائرة إيه؟ الاستواء. تمام، شمالها من الناحية دي من أول أوروبا عند 36 شمالا، وآخر أوروبا عند إيه؟ 71 شمالا. طيب إيه كمان؟ خط الطول 66 أو 66 شرقا لحد آخر أوروبا عند جزر أيسلندا، جزيرة أيسلندا هنا. تمام، عند إيه؟ 25 غربا أهو، 25 غربا غرب جزر إيه؟ أيسلندا. طيب الموقع الجغرافي بتاعها في الشمال عندنا المحيط القطبي الشمالي، وفي الشرق قارة آسيا، وفي الجنوب البحر المتوسط، وفي الغرب المحيط الأطلنطي. المحيط الأطلنطي بيوصل هنا هو بيوصل لتحت عند أفريقيا، عند الاتنين دول كده. طيب بيقولك تميز أوروبا بإيه؟ تتميز أوروبا بتعرج السواحل وكثرة الجزر، دي حاجة بتميزها. طب إيه النتائج عن الميزة دي؟ النتائج على دي إنه إيه؟ ساعد على إنشاء إيه؟ المواني. نحل التدريب ده. معانا السؤال الأول، أصغر قارات العالم القديم. ركزوا وقال لك أصغر قارات العالم القديم من حيث المساحة. قارة العالم القديم اللي هم آسيا وأفريقيا وأوروبا، وأصغر واحدة فيهم أوروبا. طيب يتمثل الحد الشرقي لأكبر قارات العالم مساحة في. طيب عندنا قارات العالم أكبر قارة في العالم هي قارة إيه؟ قارة آسيا. طيب بيقولك الحد الشرقي يعني من ناحية الشرق عندنا إيه؟ المحيط الهندي ولا المحيط الهادي ولا البحر المتوسط ولا البحر الأحمر؟ طبعا دول من ناحية الغرب. تمام، والمحيط الهندي في الجنوب، هيبقى إيه؟ المحيط الهادي. نشوفها على الخريطة أهو. ادي اهو في الشرق المحيط الهادي. طيب تمتد قارة أفريقيا إلى الغرب
إلى الغرب. أفريقيا من الغرب. المحيط الإيه؟ المحيط الأطلنطي. طيب، تقع أكبر الجزر التابعة لقارة أفريقيا فين؟ قلنا أكبر الجزر التابعة لأفريقيا هي مدغشقر. مدغشقر بتقع فين؟ في المحيط الهندي. طيب، تقترب قارة أوروبا من قارة أفريقيا عند مضيق جبل طارق. دي حاجة احنا عارفينها من بدري. طيب، تعد دول مدغشقر من الدول الجزيرية تمام في قارة آسيا. مدغشقر قلنا في آسيا؟ لا طبعا، مدغشقر في أفريقيا. طيب، أصغر محيطات العالم مساحة هو المحيط الأطلنطي. نرجع للخريطة اللي كانت فوق بتاعت محيطات العالم اهي. أصغر محيط عندنا في العالم هو المحيط ايه؟ القطبي الشمالي. قطبي شمالي. طيب، تتصل قارة آسيا بقارة أفريقيا عند شبه الجزيرة العربية؟ لا، شبه جزيرة سيناء. شبه جزيرة سيناء. طيب، تقع قارة آسيا غرب قارة أوروبا ناحية الغرب؟ لا، هي ناحية الشرق. الشرق بالنسبة لأوروبا. تمام. طيب، في أي القارات توجد كل ظاهرة جغرافية من الظواهر دي؟ عندنا شبه جزيرة مالايو، قلنا فين؟ في آسيا. طيب، بحر قزوين آسيا برضو. طيب، جزر القمر أفريقيا. طيب، جزيرة أيسلندا أوروبا. طيب، نحل دول شفوي. بيقولك بما تفسر كثرة المواني في قارة أوروبا. إيه سبب إن أوروبا عندها مواني كتير أو هي عندها إيه؟ ربنا خلق لها حاجة كده أهو خلتها تنشئ المواني دي. ليه؟ بسبب إن قلنا إن هي عندها كثرة التعاريج فين؟ في القارة بتاعتها. طيب، وده أدى إلى إيه؟ إنشاء المواني. طيب، دلل على صحة العبارة التالية: تتميز قارة آسيا بكثرة الجزر. يعني فيها جزر كتير. دي عبارة صحيحة، فيها جزر وفيها دول جزرية. ايه هما الجزر اللي احنا قلنا عليها؟ قلنا شبه الجزيرة العربية تمام، وشبه جزيرة مالايو. وايه تاني؟ قلنا الدول الجزرية زي جزر اندونيسيا، جزر الفلبين، جزر اليابان. تمام. بس يعني العبارة دي عبارة صحيحة. طيب، حدد وجه الشبه بين قارة أوروبا وقارة أفريقيا من حيث الموقع الجغرافي. تمام. الموقع الجغرافي من ناحية الشرق ومن ناحية الغرب. من ناحية الشرق طبعا شرق أفريقيا وشرق أوروبا هي قارة آسيا. طيب، ومن ناحية الغرب المحيط الأطلنطي بيطل على الاتنين دول. طيب، قارة أمريكا الشمالية. تمام. ندخل على الموقع الفلكي. تمتد بين دائرتي عرض كام؟ دائرتي عرض من تحت هنا اهو
شمال ايه؟ شمال دائرة الاستواء. يعني دائرة الاستواء بالظبط هنا الفرق بينها وبين دي ايه؟ ب7 خطوط طول، تمام، و30 درجة. اوكي. طيب ده ايه؟ شمال الاستواء. هنا استواء، هنا دائرة ايه؟ الاستواء. طيب وبعد كده 83 شمالا، ادي 83 شمالا هنا اهو، اخر ايه؟ امريكا. طيب خط الطول من 10 إلى 168 غربا. فين من 10 إلى 168 غربا؟ أدي 10 أهو، بداية من هنا، تمام، إلى 100 كام؟ 168. تمام. طيب ده الموقع الفلكي. طب الموقع الجغرافي بقى، شمالا المحيط القطبي الشمالي أهو. طيب شرقا المحيط الأطلنطي. كان غرب ايه؟ غرب أوروبا وأفريقيا، تمام، يعني أوروبا هنا اهو وأفريقيا هنا اهو، والمحيط الأطلنطي فين؟ في النص، تمام. يبقى هو ناحية الشرق من ناحية ايه؟ أمريكا الشمالية. طيب في الغرب المحيط الهادي، ادي الغرب بتاعنا المحيط ايه؟ الهادي. من الجنوب الشرقي خليج المكسيك والبحر الكاريبي اهو، ادي خليج المكسيك وادي البحر الكاريبي بيفصل بين الشمالية، بين أمريكا الشمالية وأمريكا ايه؟ الجنوبية. طيب ادي ايه؟ أمريكا الجنوبية. الموقع الفلكي بتاعها، تمام، دائرتي 12 شمالا و56 جنوبا. ادي 12 شمالا عشان احنا عندنا هنا اهو دائرة الاستواء، تمام، و56 جنوبا. طب بين خط الطول 35 غربا و81 غربا برضو. ليه؟ لأن جرينتش هنا اهو، جرينتش كده في النص، فهي 35 غربا و81، بيحسب المساحة كلها 81 ايه؟ غربا، وهنا اهو 35. طيب الموقع الجغرافي بقى، في الشمال عندنا ايه؟ البحر الكاريبي. طيب وفي الشرق المحيط الأطلنطي برضو، وفي الغرب المحيط ايه؟ الهادي. طيب بعد كده عندنا قارة أستراليا، تمام، بين ايه؟ دائرة عرض 10 و44 جنوبا. ادي الاستواء هنلاقيها هنا فوق شوية، تمام، ننزل تحتها ب10 وننزل كمان لحد ايه؟ 44. كل ده فين؟ في الجنوب. طيب وبين خط الطول 113 و178 شرقا، تمام، ادي 113 و178 هنا اهو، لان ايه؟ جرينتش هنا بس بعيد قوي، تمام، بينه وبين بداية أستراليا 113 خط طول، تمام. نبعد أكتر من 113 نروح لحد 178. طيب الموقع بقى بتاعنا اللي هو الموقع الجغرافي، في الشمال عندنا بحر أرافورا أهو، وعندنا بحر تيمور برضو، وجزر إندونيسيا اللي هي تبع آسيا فوق. طيب وإيه تاني؟ أهو بحر أرافورا ويفصلها عن إيه؟ عن جزر إندونيسيا بتاعت آسيا. طب وفي الشرق المحيط إيه؟ الهادي، وفي الجنوب والغرب المحيط إيه؟ الهندي. طيب بيقولك إيه هنا؟ تضم أستراليا مجموعة من الجزر، أهمها نيوزيلندا الشمالية ونيوزيلندا الجنوبية، وإيه كمان؟ وجزيرة تسمانية، بجانب مجموعة من الجزر الصغيرة بالمحيط إيه؟ الهادي. أهم فينهم على الخريطة؟ أدي جزر تسمانية وجزر نيوزيلندا، أدي الشمالية وأدي الجنوبية، تمام، وأدي جزر إيه؟ نيوكلودونيا، تمام، وجزر هارديز، تمام، وسولومون،
تمام، والجزر الكتير دي. طيب دي اهم حاجة بتميز ايه استراليا. طيب ندخل بعد كده على القارة القطبية المتجمدة. الموقع الفلكي بتاعها حلو جدا. ليه بقى؟ لانها تقع اقصى جنوب الكرة الارضية، تمر باطرافها الدائرة القطبية الجنوبية اللي هي ايه 66.5 جنوبا، وتمتد حول القطب الجنوبي كام 90 جنوبا. يعني احنا ايه في 90 درجة. تمام. وقد ترتب على ذلك ايه اصبحت القارة متجمدة وغير مأهولة بالسكان. اهي ادي المحيط القطبي الجنوبي، وادي القارة القطبية المتجمدة اللي بتحوط بيها. تمام. القطب الجنوبي فين؟ في منتصف القارة اللي هو ايه 90 درجة. تمام. والقارة القطبية الجنوبية بتساوي كام 66.5. طيب الموقع الجغرافي بقى يحيط بها المحيط القطبي الجنوبي من جميع الاتجاهات، يعني هي يعتبر ايه جزيرة كبيرة. طيب بيقول لك ايه ان دي ما فيهاش اي سكان. امال فيها ايه القارة القطبية المتجمدة دي؟ توجد بالقارة القطبية المتجمدة بعض مراكز البحوث في مناطق مقسمة بين ايه عدة من الدول، عدد من الدول لها مصالح بها، زي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا. يعني إيه؟ يعني هنلاقي فيها ناس عايشة وكده زي باقي القارات؟ لأ. تلاقي هنا هو مركز بحوث تبع أمريكا، هنا هو مركز بحوث تبع روسيا، هنا تبع فرنسا، هنا مش عارف تبع مين، في مناطق كده هو إيه متفرقة. مراكز إيه؟ مراكز بحوث. طيب هنا هو الخريطة دي بتوضح دوائر العرض وان هي بتمر بايه القارات اللي هي بتمر بيها. عندنا الدائره القطبيه الشماليه بتمر بايه باسيا واوروبا وامريكا الشماليه. طيب مدار السرطان بيمر في اخر اسيا وفي اول افريقيا وفي اخر ايه امريكا الشماليه. طيب دائره الاستواء بتمر في اخر اسيا ونص افريقيا وايه بدايه امريكا الجنوبيه. مدار الجد بيمر في نص أمريكا الجنوبية وفي آخر أفريقيا وفي نص أستراليا. والدائرة القطبية الجنوبية بتمر فين؟ عند القطب أو القارة القطبية الجنوبية. طيب نحل دول. أكبر قارات العالم الجديد من حيث المساحة يحدها من الجنوب الشرقي. أكبر قارات العالم الجديد اللي هي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا، تمام، وأنتاركتيكا. أكبرهم مين؟ أمريكا الشمالية. طب بيقول لك يحدها من الجنوب الشرقي. في الجنوب إيه بحر أرافورا؟ لا ده تبع أستراليا. طب والمحيط الهادي؟ لا برضو. طب المحيط القطبي الجنوبي؟ لا ده بعيد عنها خالص، يبقى إيه خليج المكسيك. طيب يحد البحر الكاريبي قارة أمريكا الجنوبية من جهة إيه؟ هو بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. أمريكا الشمالية فوق وأمريكا الجنوبية تحت. يبقى هو بيتكلم عن أمريكا الجنوبية، يبقى هو أدام في النص يبقى من جهة إيه؟ الشمال بالنسبة لأمريكا الجنوبية. طيب يتمثل الحد الشرقي، تمام، الشرقي لأستراليا والحد الغربي للأمريكتين في المحيط إيه؟ مش المحيط القطبي الشمالي طبعا ومش الأطلنطي. تمام. يبقى ايه؟ يا الهندي يا الهادي. طيب نفهم كده هو يقصد ايه. بيقولك الحد الشرقي لأستراليا والحد الغربي للأمريكتين. فين الحد الشرقي لأستراليا اللي هي الحتة دي هنا، تمام، والحد الغربي للأمريكتين اللي هو هنا، تمام. ده المحيط ايه؟ ده المحيط الهادي. ده المحيط الايه؟ الهادي. طيب تقع جزر اندونيسيا بالنسبة لقارة استراليا في جهتها لايه؟ اندونيسيا دي بتقع جنوب
آسيا، وأستراليا تحت آسيا، يبقى بالنسبة لها في الجهة الإيه؟ الشمالية. طيب تعتبر تسمانية إحدى الجزر التابعة لقارة أستراليا طبعا. طيب تمر دائرة الاستواء شمال قارة إيه؟ آسيا؟ الاستواء؟ لأ. طب الاستواء دي في النص هتوصل لأمريكا الجنوبية؟ لأ برضو. طيب بتمر في أفريقيا؟ هي بتمر في أفريقيا بس ما بتمرش في الشمال، بتمر في الوسط في النص، يبقى أمريكا إيه؟ الجنوبية. طيب يحد قارة أمريكا الشمالية المحيط الهندي من جهة الشمال؟ لأ. إيه المحيط اللي في جهة الشمال؟ المحيط القطبي الشمالي. طب تبدو قارة أمريكا الجنوبية في شكل أقرب للمثلث؟ صح. طيب يحد المحيط الأطلنطي الأمريكتين من الجهة الشرقية؟ يس. طيب تضم قارة أستراليا مجموعات من جزر صغيرة تقع في المحيط الهادي؟ المحيط الهادي؟ طيب يمر مدار الجدي في وسط قارتي أستراليا وأمريكا إيه؟ وأمريكا الشمالية. هو مدار الجدي بيمر في وسط أستراليا إنما بيمر في أمريكا الشمالية؟ لا، هي أمريكا الجنوبية. تمام، يبقى غلط. تعد فرنسا من الدول التي تمتلك مركز بحوث بقارة انتاركتيكا؟ صح. طيب دلل على صحة العبارة التالية: تعد قارة أستراليا جزيرة كبيرة. الإجابة دي صحيحة. ليه؟ عشان بتحدها المياه من جميع الاتجاهات. عندنا ناحية الشرق المحيط الهادي، وناحية الجنوب والغرب زي ما احنا قلنا فوق المحيط الهندي، وناحية الشمال بحر أرافورا. تمام، فهي بتحدها من جميع الاتجاهات، بما تفسر قارة انتاركتيكا غير مأهولة بالسكان. ليه؟ زي ما احنا قلنا فوق ان المناخ بتاعها ان هي في اقصى الجنوب، فالمناخ بتاعها متجمد، كلها متجمدة، فغير مأهولة بالسكان. لإيه؟ بسبب مناخها وبسبب انها قارة قطبية متجمدة. وبكده يكون خلص درس النهاردة، واتمنى تكونوا استفدتوا. لو في اي سؤال او اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.